اهلا وسهلا بيك في الحلقه الرابعه من كورس فليجا. النهارده ان شاء الله هنكمل مرض MRSA. في الحلقه اللي فاتت انا شرحت يعني ايه MRSA، ازاي بتتنقل، ايه الفرق ما بين انفكسيون وكلونيزاسيون، ايه هو دور جهاز المناعه. لو ما اتفرجتش على الحلقه هسيب لك لينك الحلقه في وصف الفيديو او في التعليقات، خش اتفرج عليه. مبدئيا كده الحلقه اللي فاتت انا شرحتها من فهم الشخص للمرض وملخصات الشخصيه، والنهارده ان شاء الله انا محضر لك مفاجاه. لخصت لك الحلقة اللي فاتت والحلقة بتاعت النهاردة كلهم في ملف واحد PDF، بحيث ان انت تقدر تستخدمه كمرجع ليك انك تذاكر منه. وللعلم يعني الحاجات دي والله ما هتلاقيها حتى في الكورسات المدفوعة، لان بمنتهى البساطة ده مجهودي انا الشخصي. فما تبخلش عليا بدعوة حلوة، ولو عجبك الفيديو اكتب لي كومنت عرفني رأيك، هل الشرح عجبك ولا لا، لان بمنتهى البساطة التواصل بيني وبينك دلوقتي عن طريق التعليقات. فهات ورقة وقلم ويلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. Wer sind am meisten gefährdet, sich mit MRSA anzustecken؟ مين أكتر الناس المعرضة يجيلها مرض ال MRSA؟ تعالى كده نقرا مع بعض وهشرح لك كل نقطة لوحدها. Menschen mit chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes mellitus, COPD, Herzinsuffizienz. الناس اللي عندها أمراض مزمنة زي مرض السكر، مرض COPD اختصار لكرونيش اوبستركتيفا لونجن ريكرانكونج، ده مرض السد الرئوية، هنشرحه إن شاء الله في خلال الأيام اللي جاية من الكورس لو ربنا أحياني وأحياك. هيرس انسوفيتسنس، فشل في عضلة القلب، وده أسوأ مرحلة بيوصل فيها القلب. Patienten mit offenen Wunden oder Hautläsionen, zum Beispiel Decubitus, Ulcus, chronische Wundheilungsstörung. المرضى اللي عندهم جروح مفتوحة، وانا قلت في الحلقة اللي فاتت ان MRSA ممكن تلاقيها على الجروح، فطبيعي لما اجي اقول مين الناس اللي هي معرضة يجيلها MRSA يبقى اي حد عنده جروح مفتوحة هيكون معرض يجيله MRSA. ده هاوت ليزيونن اللي هي يعني ضرر بالجلد، ثم باشبيل دوكوبوتوس اللي هي قرح الفراش، أولكوس القرحة، كرونيشا فوند هايلونجسشتورونجن. اي كلمة تلاقيها طويلة حاول تقسمها تلاقي الموضوع أسهل شوية. فوند يعني جرح، هايلونج يعني علاج، فوند هايلونج علاج الجروح أو التئام الجروح، شتورونج يعني اضطراب، فوند هايلونج شتورونج يعني اضطرابات في التئام الجروح، والاضطرابات دي مزمنة. بعد كده عندنا ديالوزا فليشتيجا باتسنتن، ده مرضى الغسيل الكلوي. Patienten mit dauerhaft liegenden Zugängen, zum Beispiel ZVK, Katheter, بيج تراخستوما. المرضى اللي عندهم مثلا ZVK سنترال فينين كاتيتا اللي هو CVB في مصر، كاتيتا اللي هي القسطرة، بيج اللي هي أنبوبة التغذية اللي بتبقى في المعدة، تراخستوما اللي هي الأنبوبة الحنجرية. بعد كده عندنا ältere Menschen mit geschwächtem Immunsystem، الناس الكبيرة اللي عندها جهاز المناعي ضعيف، وانا قلت في الحلقة اللي فاتت ان دور جهاز المناعي قوي جدا مع مريض ال MRSA، فطبيعي لما اجي اقول مين الناس المعرض يجي لها مرض ال MRSA يبقى اي حد عنده ضعف في جهاز المناعة هو اكثر عرضة لمرض MRSA. بعد كده عندنا Patienten mit häufigen Krankenhausaufenthalt وده Langzeitpflege، المرضى اللي بتقعد مدة طويلة، إقامة مدة طويلة في المستشفى، أو Langzeitpflege دي بتبقى زي الألتنهايم كده. Gesundheitspersonal, Pflegekräfte, Ärzte, die regelmäßigen Kontakt zu MRSA-Träger haben. الاشخاص اللي شغاله في المجال الصحي زي التمريض. فاكر ايام الكورونا لما كان يقول لك اخويا ده البركه اللي هيجيب لنا الكورونا، وتيجي تركب في العربيه يقول لك مش عايزين يقعد جنبنا هيجيب لنا الكورونا. انا عايز اقول لك برضو انت ممكن تجيب لهم MRSA انت مش واخد بالك، لان MRSA انت بتتعامل مع مرضى كتير عندها MRSA، فانت اكثر عرضه يعني اكتر الناس عرضه يجي لها المرض دوت. Ärzte نفس الكلام، الدكاتره regelmäßige Kontakt zu MRSA-Träger haben. Menschen mit häufigem Antibiotika-Einsatz in den letzten Monaten، الناس اللي خدت مضادات حيوية كتيرة في الشهور السابقة. وخلينا اشرح لك ده بالعربي عشان انا والله عندي اعتقاد تام ان انت لو فهمت امورك هتبقى كويسة، سواء شرحت لك بالعربي او بالالماني او بالهيروغليفي، طالما انت فهمت فالامور بالنسبة لك هتكون اسهل. انت لما بتيجي تدي مضاد حيوي ملوش لازمة unwirksame Antibiotika، انت بتدي المضاد الحيوي في الغالب المضاد الحيوي بيهاجم البكتيريا النافعه والضاره، هو مش هيخش يفرق انهي بكتيريا اللي نافعه وانهي بكتيريا اللي ضاره. في حاله مريض MRSA مثلا هو عنده
بكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي، فالمضاد الحيوي بيقتل البكتيريا النافعة وما بيقتلش البكتيريا المقاومة. فكده دلوقتي البكتيريا المقاومة دي مع كثرة إعطاء المضاد الحيوي بتبدأ المقاومة بتاعتها تزيد، والبكتيريا النافعة عمالة تتقتل أو عمالة تقل. فالنتيجة النهائية الفلورا الطبيعية هتتدمر، والMRSA هيكون عنده فرصة إن هو يستعمر المكان بسهولة. عشان كده مهم جدا إنك ما تديش مضاد حيوي ملوش لازمة. وهنا في ألمانيا هما بيركزوا في الحاجات دي جدا، مفيش دكتور بيدي لحد مضاد حيوي إلا لو عمل له تحاليل وعرف فعلا إن في عنده انفكسيون، وبيبدأ برضه يشوف المضاد الحيوي الأنسب ليه إيه. بعد كده عندنا Personen mit direktem Tierkontakt in der Landwirtschaft, zum Beispiel Schweinezüchter, Geflügelhaltung, da dort LA-MRSA verbreitet ist. الناس اللي هي عندها تواصل كده مستمر مع الحيوانات اللي في المزارع، زي مثلا الناس اللي بتربي الخنازير والطيور، فبرضه بيكون موجود هناك MRSA. وانا في الفيديو اللي فات قلت لك ان MRSA ممكن تتنقل من حيوان لانسان، عشان كده برضو هحطها طبعا الحاجات اللي فيها مخاطر او الناس اللي عندها خطورة يجي لها مرض الMRSA. بعد كده هنزل على جزء تاني مهم جدا. انا مش عايز اقول لك ان ده يعني تأهيل للمعادلة، ده السؤال ده سؤال معادلة، والكلام ده خده مني شخصيا. والصفحة اللي هقولها لك واشرحها لك دلوقتي صفحة مهمة جدا جدا، على الرغم ان هي هتلاقيها برضو مملة جدا جدا، فاستحملني بس اعرف ان ده سؤال معادلة ومهم واعرفه، عشان كده انا حطيته لك جوه المرض. Was ist das Robert Koch Institute؟ في منظمة في ألمانيا اسمها روبرت كوخ انستيتيوت. Das RKI ist die zentrale Einrichtung der Bundesregierung für Infektionskrankheiten und Krankenhaushygiene. المنظمة اللي اسمها روبرت كوخ انستيتيوت هي المؤسسة المركزية لحكومة الولايات. في ايه بقى؟ متخصصة بايه؟ للأمراض المعدية Infektionskrankheiten und Krankenhaushygiene اللي هي النظافة المفروض الناس تتابعها في المستشفيات. المنظمة دي مهمة جدا في ألمانيا وبيرجعوا لها في حاجات كتير، فعشان كده في سؤال دايما بيجي في الامتحان اسمه Welche Aufgaben hat das Robert Koch Institut؟ والسؤال ده أنا لتاني وتالت وعاشر وخامس ومليون مرة السؤال ده سؤال معادلة واحفظه. بيعمل ايه بقى الروبرت كوخ انستيتيوت؟ أول حاجة Überwachung und Analyse von Infektionskrankheiten in Deutschland، بيعمل ملاحظة وتحليل الأمراض المعدية في ألمانيا. بعد كده عندنا Erstellung von Leitlinien und Empfehlungen zum Beispiel Hygiene, MRSA, Impfungen. هو اللي بحط الجايد لاينز المفروض نمشي عليها والتوصيات اللي نمشي عليها على النظافة، على ازاي نتعامل مع MRSA، على التطعيمات. وده طبعا حاجة كبيرة جدا ان منظمة زي دي بتعمل ده، فاعرف ان هي منظمة مهمة جدا. Forschung im Bereich Epidemiologie, Public Health und Prävention. عندهم ابحاث في المجال بتاع الابيديمولوجي. والله انا نسيت ده كان ايه بالظبط، كان امراض جلدية ولا بالظبط؟ اكتبوا لي في التعليقات. Public Health الصحة العامة، والبريفنسيون الوقاية. Beratung von Bund, Ländern und Gesundheitseinrichtungen، بيبدأ يعمل Beratung يعني اللي هي نصيحة أو بيعمل تثقيف. Bund und Ländern دي اللي هي المدن والقرى يعني، والمؤسسات الصحية. Informationen der Öffentlichkeit über aktuelle Gesundheitsrisiken، المعلومات، بيدي معلومات للناس يعني للناس العامة على الأمراض والمخاطر الصحية الحالية. فالسؤال اللي انا ذكرته دوت زي ما قلت لك ده سؤال معادلة، احفظه لخصه زي ما انت عايز. انا مكتر فيه شوية مش مختصر، لان انا عارف ان السؤال ده مهم، فلو عايز تختصر عن كده براحتك يعني. بعد كده انا ليه ذكرت بقى الروبرت كوخ انستيتيوت؟ لان احنا ذكرنا في ضمن الحاجات اللي هو الافجابن بتاعته ان هو اللي بيحط الجايد لاينز لمرض زي MRSA. فعشان كده لما اجي اقول لك بقى امتى اعمل مسحة او مين المفروض اعمل لهم مسحة لمرض الMRSA، فانا هلجأ لمين؟ هرجع للمنظومة دي اللي هي روبرت كوخ انستيتيوت، عشان ما بقاش الكلام من دماغي او من يعني انا بهبت، لا انا بحاول دايما نجيب الحاجة من المصدر الموثوق منه المفروض نرجع له.
فحسب المنظمة دي هي حددت الناس اللي المفروض يتعمل لها مساحات أو يتعمل لها سكريننج لمرض MRSA. تعال بقى نقراهم مع بعض. Nummer 1 Patienten mit bekannten MRSA-Anamnese. مريض عنده في التاريخ المرض بتاعه أنامنيزا وبعمل له على طول مسحة. Bewohner von Pflegeheimen Altenheimen. أي مريض من دار المسنين لازم برضو أعمل له مسحة. احنا قلنا قبل كده في الجزء اللي فات الناس اللي عندها مخاطر يجيلها مرض الMRSA الناس اللي بتقعد في المستشفى أو في دار المسنين. خلي بالك هتلاقي نفس السؤال اللي قلته من شوية اللي هي الناس اللي معرضة يجيلها مرض الMRSA هتلاقي نفس السؤال ده لو انت فهمته هتلاقي نفسك اوتوماتيك بتقول مين الناس اللي المفروض تعمل لها مسحة، لان باختصار انت بتاخد من هنا وتحط هنا. وهو دوت ان عموما المذاكرة لو انت بتذاكر كورس فليجة هتلاقي دايما المخاطر هي اللي بتخليك تعرف مين الناس المفروض تعملها مساحات او تعمل لها معامل، هي اللي تعرفك ازاي تعمل فليجة غش مصنامن، ايه الحاجات المفروض تعملها. هتلاقي الموضوع كله متعلق ببعض، فبتفهم حاجة كويس بتلاقي كله معاك سهل بعد كده. عندنا بعد كده Patienten nach Operationen oder Krankenhausaufenthalten mehr als 3 Tagen in den letzten 12 Monaten. طبعا نفس الفكرة اللي قلتها قبل كده. بعد كده Patienten mit dauerhaft Zugängen zum Beispiel ZVK, PEG, Trachostoma, Katheter. برضو نفس النقطة اللي فاتت، المرضى اللي عندهم Zugang زي مثلا ZVK, CVB والأنبوبة بتاعة المعدة والتراخستوما دي اللي هي الأنبوبة الحنجرية وكاتيتا اللي هي قسطرة. Personen mit chronischen Wunden, Haut, Ulzierer, Decubitus. الناس اللي عندهم جروح قرح الفراش، نفس الكلام اللي احنا قلناه برضو فوق. Menschen mit häufigem Antibiotikeinsatz in den letzten Monaten. الناس اللي بتاخد مضاد حيوية في ال6 شهور اللي فاتوا. Personen mit häufigen Krankenhauskontakten, insbesondere ältere Menschen ومنشفيشة. الناس اللي عندها تواصل كتير بتروح المستشفى على طول، بالأخص الناس الكبيرة اللي عندها ضعف في الجهاز المناعي. خلي بالك هو نفس اللي ذكرته فوق، بس يعني أنا بفهمك إن من جهة رسمية هو اللي احنا قلناه في المخاطر هو اللي قلناه دلوقتي في الناس المفروض تعمل لها مساحات. فهنتجاوز الجزء ده كده، انت كده فهمت الدنيا ماشية ازاي. هننزل بعد كده على الجزء الأهم واللي هو ازاي تعمل زانيرونج لمرض الMRSA. زانيرونج يعني باختصار انت مريض عنده بكتيريا MRSA وانت عايز تتخلص من البكتيريا دي. فايه اللي بيتم؟ الأول لازم تعرف البكتيريا دي موجودة فين، هل هي موجودة في الأنف في النازن ولا في الراخن ولا في الضام ولا فين بالظبط، وبناء عليها انت بتبدأ تعمل ماستنامن. هنا مكتوب لك ان دي نازا بيزيدلت لو هي موجودة في الأنف هتدي Nasensalbe zum Beispiel Mobirutin nach ärztlicher Anordnung für 5 Tage in die Nase auftragen. هتديله يعني مرهم خاص بالمرض دوت. خلي بالك بيختلف من مكان للتاني، فأنا برضو مش عايز أمسك لك أسماء، لأن كل ما تروح مستشفى هتلاقيها كده عاملة يعني زي نظام ستاندرد خاصة بمرض الMRSA. أنت هتفهم إن المريض هيستخدم نازنزالبا. ايه هو بالظبط هيختلف من مكان للتاني في المستشفى اللي انت فيها. بعد كده لو في الراخن امراخن بزيدلت هتاخد انتيزيبتيشا مونشبيلوزونج في 5 تاجه انفندن. بيبقى فيه كده مونشبيلوزونج اللي هو اللي شفت انت الغرغره في مصر كده اللي هو بتغسل بها الفم، يعني الميه الغسول للفم، فبتستخدمه برضو لمده 5 ايام. وفي شويه اجراءات بقى المفروض هتعملها مع كل المرضى. Mit antiseptischer Waschlotion den ganzen Körper inklusive Haare täglich waschen. لما تيجي تعمل له كوربافليجا هتعملها له يعني انتيزيبتيشا فاشلوتسيون، اللي انت الفاشلوتسيون ده اللي هو اللي يعني بياخد دوش بيه او بيغسل ايديه بيه بيغسل وشه بيه، بتعمله بالكوربافليجا عموما. يعني الكوربافليجا دي موضوع لوحده محتاج حلقة لوحدها، كان نفسي اعملها لك في المستشفى بس حاليا مش هعرف لان نقلت في مكان تاني ما فيهوش كوربافليجا خالص. Einmal Rasierer und einmal Zahnbürste verwenden nach ärztlicher Anweisung. هيستخدم يعني أدوات الحلاقة اللي هي مرة واحدة، وفرشة سنانه تكون مرة واحدة، وبرضه nach ärztlicher Anweisung ده على حسب التعليمات اللي كاتبها الطبيب. Bettwäsche und Kleidung täglich frisch und bei mehr als 60 Grad waschen. المفروض ان انت الغسيل بتاعه والملابس بتاعته كل يوم تتغير وبتتغسل عند درجة معينة.
kam und Haarbürste nach Gebrauch desinfizieren. المشط والفرشة بتاعت الشعر بتاعته بتبدأ تطهرها بعد كل استخدام. بعد كده عندنا كنترولر هتبدأ من 48 ساعة ل 72 ساعة 48 bis 72 Stunden nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme neue Abstriche entnehmen. يعني من يومين بعد ال5 أيام محتاج يومين تستنى يومين أو تستنى 3 أيام. في كتاب كان كاتب 3 أيام، حاليا بدأ يقولوا ممكن من يومين. يعني مثلا لو يومين ممكن تبدأ من اليوم الثامن تعمل مساحات، لو 3 أيام بتعمل من اليوم التاسع 3 مساحات. وأنا على رأيي يعني خليك في اليوم التاسع يدي مساحة أكتر عشان التحليل يطلع مظبوط. Wenn alle Kontrollabstriche negativ sind، لما كل المساحات تبقى سلبي، Isolation kann aufgehoben werden in Ansprache mit Hygienefachkraft oder Hygienearzt. لما كل المساحات تبقى سلبية نبدأ ان احنا خلاص نقول المريض ده مش محتاج يتعزل. بعد كده هننزل على اخر جزء في درسنا النهاردة، وهي المصنع من عموما مع مريض MRSA. عندنا شوية حاجات لازم نعملها لو عرفنا ان المريض دلوقتي عنده MRSA. ايه الحاجات المفروض نعملها دي؟ اول حاجة كونتاكت ايزوليرون، اللي احنا هنبدأ نعزل المريض دوت عشان ما يعديش الناس التانية. يعني حاجة بديهية، واحد عنده مرض معدي يبقى انا مش لازم اعدي الناس التانيين، لازم احافظ على الناس التانيين وبرضو احافظ عليه ان هو يتعامل معاملة خاصة. نعمل ايه في الكونتاكت ايزوليرون؟ نعمل مثلا zum Beispiel Patienten in Einzelzimmer mit eigenem Bad wenn möglich. المريض يكون في غرفة لوحده مع حمام شخصي يعني حمام خاص بيه. أنا عندي في المكان أنا فيه بيعملوا كده بصراحة، يعني ما بنخلي المريض لوحده، ما نخلوش في غرفة مشتركة. بس عملناها قبل كده لما كان في غرفة مشتركة، وده أقول لك في النقطة التانية bei mehreren MRSA-Patienten، لو في مرضى كتير عندها مرض MRSA Kohorten-Isolation möglich wenn Medizin vertretbar. بص، لو 2 عندهم مثلا MRSA، حصلت معايا في القسم قبل كده، كان عندي مريضين الاتنين عندهم MRSA وفي عندي غرف مشتركة في الحمام. يعني مثلا ممكن غرفة 101 وغرفة 102، الحمام بتاعهم واحد. المريض في 101 عنده MRSA والمريض في 102 عنده MRSA، فزي الفل يستخدموا نفس الحمام عادي. كده كده MRSA بتودي على بعضيها، يعني عارف انت اللي هو بكتيريا مع بعض. لكن هو الصح يعني الافضل ان المريض يكون في غرفه لوحده مع حمام لوحده. لو في مرضى كتير وانت ما عندكش سراير، هم ممكن يقول لك ما فيش مشكله طالما الاثنين MRSA، فخليها يعني ايه، خلي الدنيا تمشي يعني. eine Schleusung اللي هو انت المفروض قبل ما تخش الاوضه اللي انت يعني تظبط حالك بقى، اللي هو انا هلبس الكتل، هلبس ماسك، هلبس هانشو، هظبط حالي قبل ما اخش هعزل نفسي من الاخر يعني. Hände vor Betreten des Zimmer desinfizieren، هطهر ايدي قبل ما اخش. Schutzkittel und einmal Handschuh anziehen، هبدأ ألبس الشوتسكيتل اللي هو يعني بص على الصورة دي، هي دي. Mund-Nasenschutz bei Risiko von Flüssigkeitsspritzen oder Irisobildung. ممكن تستخدم ماسك لو في خطر، مثلا سوائل، لو انت هتستخدم حاجات فيها سوائل، او الايروزول عموما في تبقى عدوى بسبب الايروزول. برضه مش عارف اشرحها بالعربي ازاي، بس يعني انت بتخليك في الامان وتلبس ماسك عشان خاطر ما يبقاش فيه مشكلة او يحصل لك عدوى. فانت بتعزل نفسك تماما قبل ما تخش الأوضة بالملابس والهانشو وتطهر ايدك وتلبس الماسك. بعد كده في حاجات المفروض المريض يعملها والزوار يعملوها. المريض المفروض يفضل قاعد في غرفته وما يتحركش، طبعا ده ما بيحصلش، يعني في مواقف مضحكة جدا. اولا احنا هنقول في الاجراءات Zimmer bleiben soweit möglich، يفضل في اوضه. eigenes Bad nutzen wenn vorhanden، طالما هو عنده حمام لوحده مش لازم بقى تطلع بره تستخدم حمام الطرقة. Hände regelmäßig und vor Verlassen des Zimmers desinfizieren، المفروض برضو كل شوية طهر ايده. انا عايز اقول لك والله عندي مريض MRSA، وكل ما بنخش كنا بنعمله نفس الكلام دوت، ونلبس الكتل ونلبس هانشو ونلبس الماسك، وفي الاخر المريض طلع من الأوضة وراح في مطبخ كده خاص بالمرضى، طلع هناك وعايز اقول لك كل حاجه زي الفل يعني. ومش كده بس، كمان نزلت تحت وشربت سيجاره كمان مع المرضى اللي عندي. يعني كنت شغال في قسم بالياتيف، فالمرضى بيبقى مسموح لهم بشويه حاجات كده يعني ايه،
زياده شويه عشان حالتهم صعبه. فعايز اقول لك يعني لف في المستشفى كلها وهو عنده MRSA وحاجه زي الفل، والزوار اللي معاه ولا بيلبسوا حاجه ولا بيعملوا حاجه، وكانت حاجه حفله بصراحه، وقت بجابه وتسليم وتسلم قعدنا نضحك ضحك السنين عليهم. بعد كده عندنا بيزوخه اللي هو لسه انا قلت من شويه المريض المفروض يعمل حاجات، المفروض الناس اللي تجيله برضه يعملوا حاجات. وبرضه انا عايز اقول لك والله برضه الالمان ما بيعملوش الحاجات دي، في ناس بتلتزم وفي ناس لا. المفروض الزوار اللي يجوا هيندا فون بتريتن und nach verlassen des Zimmer desinfizieren، المفروض برضه يطهروا ايديهم هم داخلين من الاوضه، داخلين الاوضه وهم خارجين من اوضه المريض. Schutzkittel und Handschuhe tragen bei eigenem Kontakt, Patientenkontakt nur wenn notwendig. المفروض برضو يلبسوا الكتل، يلبسوا هانشو، ويعني يتفادوا ان هم يكون في كونتاكت مباشر ما بينهم وبين المريض. انا عايز اقول لك في زوار برضو بيخشوا بالاحضان وبوس وحاجه زي الفل، ولا كان في MRSA خالص زي ايام الكورونا عندنا كده. بعد كده هيبقى في حاجه في ان احنا نعرف الناس ان المريض عنده MRSA. ميلدن MRSA-Fall an das zuständige Pflegeteam Hygienefachkraft weitergeben. المفروض هنبلغ للشخص اللي هي المفروض مسؤولة عن النظافة، بيبقى في كل مكان كده بيخلوا واحدة يعني مسؤولة عن النظافة. in die Patientenakte dokumentieren، وهنوثق دوت أو هنسجل دوت في الملف بتاع المريض. وزي ما قلنا قبل كده لازم المساحات كلها تبقى سلبي عشان خاطر نوقف الإيزولاسيون أو Aufhebung der Isolation nach erfolgreicher Dekolonisation gemäß ärztlicher Anweisung. بعد لما كولونيزاسيون هو الاستعمار، ديكولونيزاسيون يعني ما عادش فيه استعمار اللي هو النفي بتاعها. nach erfolgreicher Dekolonisation gemäß ärztlicher Anweisung، بعد لما يكون خلاص ما عادش فيه MRSA نقدر ان احنا نوقف الايزولاسيون. nach negativen Kontrollabstrichen frühestens 3 Tage nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme. المفروض برضو بعد لما يكون كل المساحات سلبي، وعلى الأقل يكون 3 أيام بعد الزنيرون، واحنا قلناها في الكلام اللي فوق. وبكده هنكون خلصنا مرض الMRSA. في حاجات تانية ممكن أكون أنا ما قلتهاش، وأنا مش هقدر طبعا أقول كل حاجة عن المرض. الطب عموما أو أي مرض هتاخده هتلاقي فيه كلام كتير. أنا بحاول قدر الإمكان الحاجة اللي أنا أديها لك اللي هي يعني المهمة جدا بالنسبة لك. فده ملف زي ما أنا قلت لك، إن شاء الله هسيب لك الملف دوت على قناة التليجرام بتاعتي تقدر تحمله.